أثارت تصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن فيها أن عام 2026 سيشهد دخول 4.5 مليون فدان إلى مجمل مساحة الأراضي المزروعة في مصر. طبعا بكل تأكيد أتى ذلك بالعديد من ردود الفعل الإيجابية والتي تشير إلى نهضة قوية متوقعة في قطاع الزراعة المصري، خاصة مع الطفرة الأخيرة في الإنتاج والتصدير لمختلف دول العالم. بهذه الإضافة تصل المساحة المزروعة في مصر العام المقبل إلى 13.5 مليون فدان، حيث تبلغ حاليا نحو 9 ملايين فدان. ورغم إضافة 4.5 مليون فدان، لكن الرئيس أكد أنه عمليا لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل السلع الأساسية، خاصة وأن 95% من مساحة مصر هي أرض صحراوية. وهو أيضا ما أثار الكثير من التساؤلات حول كيفية تحقيق مصر أكبر نسبة ممكنة من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الأساسية، وما السياسات الزراعية المطلوب اتباعها خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل قدر الإمكان. وقبل تصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال أيضا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وهو المحصول الأهم بكل تأكيد بالنسبة لمصر هو هدف مهم للدولة، لكنه مرتبط ارتباط مباشر بمدى توفر المياه التي تمثل التحدي الأكبر في الزراعة، وأن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للقمح قد يتطلب التقليص من زراعة محاصيل استراتيجية أخرى. في حلقة اليوم نناقش مع ضيوفنا الأعزاء مدى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وما السياسات الزراعية المطلوب تنفيذها لتحقيق ذلك، وكيف أيضا يتم دعم الفلاح المصري لتشجيعه على الزراعة وزيادة الإنتاجية. كل ذلك وأكثر سنناقشه مع الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، وبصحبة الأستاذ مجدي أبو العلا نقيب فلاحين الجيزة. مشاهدينا في كل مكان، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود ونبدأ الحوار مع حضراتكم من هنا في أهل مصر. بنجدد تحية أخرى بكل مشاهدينا في كل مكان، واليوم حديثنا حول قطاع الزراعة، وبالأخص هنتحدث في كيف تستفيد مصر من دخول 4.5 مليون فدان للمساحة المزروعة في 2026 بناء على تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أمور كثيرة نتحدث فيها اليوم عن هذا القطاع، وكذلك أيضا الاستفادة المثلى للفلاح المصري، وأيضا زيادة بعض الأسعار للمحاصيل في الفترة الحالية المؤقتة بكل تأكيد. أيضا نعرف أسبابها مع ضيوفي الأعزاء الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء. دكتور شريف أهلا بك، منورنا. أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بها الأستاذ مجدي أبو العلا نقيب فلاحين الجيزة. أستاذ مجدي أهلا بك، منورنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني في البداية دكتور شريف، يعني كيف تستفيد مصر من إضافة 4.5 مليون فدان للمساحة المزروعة في مصر؟ وبالتأكيد تصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال إن هيدخلوا في عام 2026 هي بالتأكيد كان لها مردود إيجابي. بدأ الأمر طبعا لا جدال إن أحد المشاكل الأساسية اللي بتواجهها الزراعة المصرية هي محدودية عنصر الأرض، فطبعا إضافة 4.5 مليون فدان على المساحة اللي هم 9 مليون فدان المزروعة، ال 9 مليون مزروعة يعني تمام. هي مش محصولية، يعني محصولية اضرب 1.8 يعني تقدر حوالي 20 مليون فدان في الفتره سوري 17 مليون فدان في الفتره تمام. فطبعا 4.5 مليون فدان مساحه سيجنيفيكانت او يعني اضافه حقيقيه للمساحه المزارعه لجمهوريه مصر العربيه، وخاصه ان هي اراضي صحراويه، وانها اراضي جديده بتضاف الى 9 مليون فدان، يعني هيوصل 13.5 مليون فدان كمساحه اجماليه، ودي طفره عظيمه في المساحه المنزرعه لمصر. لو قلنا مثلا معدلات تكثيف محصولي ممكن تصل الى 1.8، يعني معنى كده انت بتتكلم على مساحه محصوليه بقى دخلت في مثلا في 24 مليون فدان مساحه محصوليه تمام. يعني. وده
طفره كبيره جدا. انت بتتكلم في 4.5، انت بتتكلم في نصف المساحه المزروعه اصلا. حوالي نصف المساحه بتتكلم برضه في نصف المساحة. المحاصيل ايضا. ولكن النقطه هنا هل ان برضه لازم نحط من الناحيه التكنيكاليتي، الناحيه الفنيه، ان برضه انتاجيه ال 4.5 مليون فدان مش هتوصل طبعا لانتاجيه الاراضي القديمه اللي هم الخمسه او 5.5 مليون فدان اراضي قديمه موجوده في الوادي والدلتا. وبالتالي نمط الانتاج هنا او نوع الاستغلال الاراضي هنا بيختلف عن نوع الاستغلال في الاراضي هنا، اذا اردنا الاستغلال بشكل كبير. نمره 2 كمان، مين اللي هيستغلها؟ هل هم صغار المزارعين ونفس الحيازات القديمه الصغيره، ولا الحيازات الكبيره وشركات استثماريه؟ ودي طبعا هتبقى ليها حيازه. ودي تالت حاجه، تعامل الدوله مع هذه الشركات. ايه الاجنده الدوله ان الدوله مش هتدي كده، لا في اجنده مجتمعيه. طيب. جميل، هرجع لك في الجزئيه دي عشان نتكلم فيها باستفاضه، وتبقى يعني كل جزء ليه اهميته بكل تاكيد. ولكن ايضا استاذ مجدي، يعني في الجزئيه الخاصه باضافه 4.5 مليون فدان، احنا بنتكلم في المردود الاجتماعي بقى على مصر من إضافة ال 4.5 مع ال9 بقوا 13.5 مليون فدان. كيف تنظر أيضا إلى هذا المردود الاجتماعي؟ والله احنا بننظر دلوقتي بنقول إن مثلا 7000 سنة زراعة في مصر كانوا هم ال7 مليون فدان، فنيجي في خلال 10 سنين نزود نصف المساحة في 10 سنين من 7000 سنة. دي إنجاز كنا بنحلم بيه. يبقى 9 مليون فدان في 7000 سنه. بس 7 يعني بتتكلم في 7 مليون، صح؟ 7 مليون فدان بتتكلم في قديم الازل. اللي هو الوادي القديم. في اراضي جروا عليها، وفي اراضي بوروها عشان كانوا يبنوا عليها عمارات ويبنوا عليها بيوت. فهم يعني اكيد في يعني الفتره دي كان في بنقول بس في مساحات اراضي اتخذت واتحط عليها بنى واتحطت طرق واتحطت سكه حديد وهكذا. يعني الوادي القديم انا اقصد الوادي القديم بقى له 7000 سنه هو نفس ال7 مليون فدان. تمام. فلما نيجي في خلال 5-6 سنين القياده السياسيه تدي اوامر ان ينشا دلتا جديده، ووادي النقره في اسوان، غرب المنيا، المغره، كل المناطق دي هي هتضاف وهتجمع ل 4.5 مليون فدان لنهايه 2026 زي ما سياده الرئيس قال. تمام. وفي نفس الوقت هتضيف للدوله حاجات كتير وللفلاح. يعني للدوله احنا مثلا كان في مشكله في المنتجات الاستراتيجيه الزراعيه اللي هي انتاج الزيوت. احنا مثلا بننتج 20% وبنستورد 80%. صح. حسب برضو ما الرئيس كمان اتكلم في النقطه دي. النهارده لما نضيف 4 مليون فدان للرقعه الزراعيه، ال 4 مليون فدان دول مستهدفين هيبقى فيهم جزء سوب، جزء مزروعات استراتيجيه زي السمسم والكتان وعباد الشمس والحاجات دي بيستخلصوا منها الزيوت عشان نوفر ال 80% اللي الدولة بتستوردهم بالعملة الصعبة. يبقى هنوفر عملة صعبة، هنوفي السوق المحلي بدل ما نستورد. تمام. وفي نفس الوقت المنتجات دي التفلة بتاعتها بعد عصير الزيوت بتخش في الأعلاف. يبقى احنا عملنا حاجتين. وفرنا زيوت وانتجنا اعلاف اللي هي في مشكله اللي بنستوردها من بره، من بره بالعمله الصعبه. فهنوفر اعلاف، وفي نفس الوقت ما دام وفرنا اعلاف هيبقى الرؤوس الماشيه هتبقى متوفره. صح. في اللحوم على الاقل. مش والاسعار كمان هتبقى مش هنقول الاسعار تنزل، ما فيش اسعار، على الاقل تثبيت اسعار. تثبيت اسعار في اللحوم، تثبيت اسعار في البان، تثبيت اسعار في جبن وهكذا. فاذا ان الدوله لما ادت توجيهاتها، احنا عامه كفلاحين بنشكر القياده السياسيه وبنشكر الجيش المحترم اللي شغال 24 ساعه في الصحراء، 8 في 8 في 8 و24 ساعه. ال 30 سنه اللي فاتوا كان احنا كنا فلاحين بنسمي قطاع الاصلاح الزراعي قطاع اصلاح حقيم لا ينجب، لانه كان لو انجب كان بيدي 100,000 لمستثمرين من بره. احنا مع المستثمرين. نعم. بس كان بيدي مستثمر 100,000 فدان، وانا كفلاح اروح اقول له عايز 5 فدادين 10 فدادين يقول لي ما فيش. انما النهارده السياسه اللي متبعها الدوله والقياده السياسيه احنا هل ما فيش عشان الفلاح ما عندوش القدره ان هو مثلا يزرع ارض صحراويه او يستصلحها في الاول؟ لا، الفلاح عنده قدره، ولكن احنا عايزين زي ما القياده السياسيه وجهت ان يبقى في منظومه حلوه. ازاي؟ يعني مثلا الاراضي تستصلح، بس هيبقى بمنظومه حلوه، ان يبقى في رش بالتنقيط، في بيفوت، في بنيه اساسيه بتتعمل. الاول ما كانش في بنيه اساسيه، لدرجه ان كان لما حد يستلم ارض كان في صعب ان انا بعد ما انتج، طيب مين اللي هياخد الانتاج بتاعي؟ مفيش مشال، مفيش عربيات، مفيش طرق. انما لما القياده السياسيه تعمل طرق وتعمل بنيه اساسيه، هو ده المهم.
عمل النهارده القطار السريع اللي هو من العين السخنه لحد اسكندريه لحد مطروح. أيوة. القطار ده له هدف استراتيجي، بيخترق الدلتا الجديده. اذا القطار السريع هيبقى سواء المواطن العادي هيركب في القطار، وفي نفس الوقت في قطار اللي هو البضايع. أيوة. هيحمل لي بقى محاصيل الاستراتيجيه بتاعتي من الغيطان ومن الاراضي من الدلتا الجديده. اذا اتجه شمال هيتجه لاسكندريه، او اتجه جنوبا هيتجه ده هيبقى قطار بضائع، قطار بضائع بجانب القطار الركاب. ده بيخترق الدلتا الجديده. ما دي برضو يعني من ضمن الحاجات اللي الجيش خططها والقياده السياسيه خططتها، ان القطار هيخترق الدلتا الجديده. تمام. اذا يبقى هيوفر لي المشال، لما انا انتج هيوفر لي المشال. لو اتجهت شمالا يبقى هطلع على اسكندريه بالمحاصيل الاستراتيجيه دي. جميل. اتجهت جنوبا على العين السخنه يبقى البحر الاحمر. في البحر الاحمر، في البحر المتوسط. جميل. طيب هرجع لك استاذ مجدي، ولكن انا اذهب للدكتور شريف. خلينا نتكلم باستفاضه في جزئيه معينه، ال 4.5 مليون فدان. هل متوقع ان يكون شركات او مجموعه رجال اعمال يستصلحوا في هذه الصحراء؟ بالتاكيد بتتكلم في صحراء، يعني بتتكلم في عشان تصلح الزراعه محتاجه تكاليف رهيبه. بالتاكيد مش هننتظر الانتاج في خلال هذا العام اللي هو 26. بالتاكيد هنعرف من حضرتك برضه تفاصيل الانتاج المنتظر او البشاير ممكن تكون امتى، ولا هتتوزع جزء شركات وجزء على الفلاحين؟ بص يا فندم، اولا لا خلينا نقول في الاول ان احنا حطينا 4.5 مليون فدان. تمام. الاول السؤال بتساءله في الاول، وده لازم يبقى واضح عشان نحط استراتيجيه للاراضي الاستصلاح والاراضي الجديده. ما هي المساحه التي يمكن استصلاحها في جمهوريه مصر العربيه كمساحه كليه؟ كمساحه كليه. يعني انت عندك حوالي، عندك الصحراء كبيره. هي انت ما مش كل الصحراء تستطيع استصلاح. ايوه. يعني في بعض مناطق في الصحراء صعب استصلاح. يعني عندك منطقه الكثبان ومنطقه ايوه طبعا جنوب اقصى جنوب مصر اللي هي المنطقه بتاعه الربع الخالي، واللي هو مش الربع الخالي سوري، اللي هو منطقه الكثبان. أيوة. دي صعب استصلاح. ومنطقه الجبال في البحر الاحمر برضو صعب استصلاح. حاجه في بحوث الصحراء يعني. فبالتاكيد فهي دي السؤال اللي لازم يطرح، اللي هي ما هي مساحه الاراضي التي يمكن استصلاح في مصر. للاسف هذا الرقم مش متفق عليه. تمام. يعني هذا الرقم يعني. بشكل عام كده مش متفق عليه. تمام. في الاراضي هو كان في بيقولوا 5 مليون فدان، في بيقولوا لا اقل شويه، في يعني ما هوش. وهل مع مرور الزمن التربه او الارض بتتغير؟ طبعا. يعني زي ما بيقولوا مثلا الزلازل او ما يحدث تحت بطن الارض بيحصل لها شكل من اشكال التدهور اذا لم تتم الحفاظ على الاراضي بشكل عام. يعني اللي هو اللي بيسموها اللاند تدهور الاراضي، مش اراضي زراعيه، اراضي بشكل عام. أيوة. ماشي. لاند ديتيريوريشن اللي هو بيحصل تدهور في الارض الزراعيه. اذا ما حافظتش على الارض ديت بيحصل لها تدهور. تمام. فده بس ده موضوع تاني خالص عن اللي احنا بنتكلم فيه. دي سؤال نمبر 1. احنا لازم نعرف ايه هي مساحه الاراضي التي يمكن استصلاحها. 7 مليون 7 مليون 5 مليون خلاص. 4 مليون. لازم يتعمل دراسات حقيقيه. وانا دي وزاره الزراعه لازم تعمل دراسه، ومركز الصحراء كذلك لازم دراسه حقيقيه عن الاراضي التي يمكن استصلاحها بشكل عام في مصر قد ايه. طب الى الان المركز ما طلعش؟ لا مفيش رقم يقدر يعتمد عليه، لكن في تقديرات يعني. في تقديرات بتتكلم على 5 مليون فدان في الحدود دي. طب احنا قدامنا هو 4.5. ما هو ده اللي انا بقول تقديرات يعني. تمام. ده بس مش ما اقدرش اعتمد عليه كمصدر موثق نهائي. جميل. دي واحد. الحاجه الثانيه هي استغلال ال 4.5 مليون فدان. الاراضي الصحراويه تتسم بضعف القدره الانتاجيه. لان مهما كان الارض الصحراويه مش ممكن تيجي زي الارض القديمه. طب نمره 2 ان نمط الانتاج او عمليه الانتاج نفسها في الارض الصحراويه مختلف عن الارض القديمه. يعني الارض القديمه خبره المزارع المصري والفلاح المصري منصبه حتى الرؤيه للتعامل مع الاراضي الصحراويه مع الموارد الصحراويه. يعني انت عندك ارض ضعيفه، وعندك ندره ميه، وعندك ميه بتكلفك لما تجيبها من طبعا. اعماق، وساعات بتنزل بالبير ل 1000 متر عشان تاخد من المخزون الجوفي النوبي. دي كلها حاجات. حتى نوع المحاصيل اللي بتتزرع، انت لازم تزرع محاصيل غير تقليديه. يعني تيجي مثلا تقول لي، يعني هديك انا وجهه نظري، ان مثلا تقول لي قمح في الصحراء يوم ما ترمي قمح هترمي كام؟ من 8 ل 14 ارداب بالفدان يوم ما ترمي. لكن في الارض القديمه بتصل 24 و25 ارتب الفدان. هنا انا يبقى تظلم الارض لو اديت طبعا لا انا هنا لازم تعمل استراتيجيه او سياسه اللاند بوليسي. سياسه ارضيه ما بين الارض القديمه والارض الجديده. يعني بالعربي كده، في محاصيل سيبها في الارض القديمه زي ما هي، وفي محاصيل يمكن ان انت
تستأصلها من الارض القديمه وتدخلها في الارض الجديده، زي محاصيل مثلا، وخاصه محاصيل الفاكهه والخضار انها بشكل كبير تجود في الارض الصحراويه. لو قدرت انك انت تعمل مثل هذا مثلا موضوع كثير من محاصيل الخضار وكثير من محاصيل الفاكهه، لو قدرت تطلعها من الارض، وما بقولش تطلعها بالفورس بالقوه، لا بل الانسنسيف بالسياسات السعريه او السياسات التحفيزيه، يعني تدي للمزارعين سياسات تحفيزيه. لو قدرت تطلعها، انت مثلا عندك حوالي 700 ومليون 1.7 مليون فدان بيزرعوا خضار وفاكهه في الارض القديمه بس. خلاص، لو قدرت ان انت تطلع مثلا حوالي 700,000 او 800,000 او مليون من الارض القديمه، ماشي، وبدلتها باي سلعه استراتيجيه مهمه زي القمح والفول والقطن والقصب والرز والحاجات زي كده، اللي هي جداراتها الانتاجيه، ما بقولش انها ما تجودش، لكن جداراتها الانتاجيه مش زي الارض القديمه. وفي نفس الوقت هذه المحاصيل تجود جدا في الارض الصحراويه. دي هتقدر انك انت. نقطه 2 مهمه جدا كمان، وهي موضوع مين اللي يستغل. مزارعين صغيرين ما افتكرش ان هي هتبقى ناجحه قوي. ليه؟ لان مش عشان هو ما عندوش الخبره، هو عنده الخبره، ما قلتش لا، لكن ما عندوش القدره الماليه. ما عندوش القدره يعني انت عندك موضوع يبقى فيه صرف كتير طبعا، صرف يبقى فيه انتاج، بيبقى فيه انتاج، لان بتزرع ممكن تزرع لان خلي بال حضرتك ان الميزه النسبيه في الاراضي الصحراويه للمحاصيل الخضر والفاكهه، وبتتصدرها لان هي ارض نظيفه، لسه اراضي لم تلوث بالمبيدات وبالاسمده. نمره 2 ان هي لو عندك قدره ماليه تقدر تعمل انتاج بيفوت، لازم في طبق القانون لازم تسعى بالتنقيط. المزارع الصغير ده الغلبان عشان يجدد شبكه الري، انت عاوز كذا الف جنيه كل 3-4 سنين عشان تجدد شبكه الري، لان شبكه الري مش هتفضل معاك طول عمرك. لازم تجددها. ودي احد المشاكل في تجديد طرق الري، في تطوير الري الزراعي. انك انت مين اللي يتحمل تكلفه الشبكه؟ هل المزارع الصغير اللي عنده نص فدان ولا فدان هيتحمل تكلفه انه يدفع الاف الجنيهات كل 3-4 سنين عشان يجدد شبكه الري؟ ده الحاجه الثانيه، وهي التقاوي. نوع التقاوي اللي انت هتشتريها، التقاوي دلوقتي غاليه، هتضطر تصرف تقاوي، واخد بال حضرتك؟ والانتاج الانتاج ممكن انتاج حيوي عشان تستطيع عندك قدره ميزه تنافسيه في الاسواق العالميه، فانت تنتج بالذات السوق الاوروبي او السوق الخليجي، او حتى تقدر تاكسس للسوق الافريقي. فانت عاوز معلومات سوقيه عشان تقدر اي اسواق يبقى تصدر لها، وفي اي وقت تصدر له، والنوع ايه والنوعيه والكواليتي ايه. دي مهمه جدا. الفلاحين الصغيرين يمكن نتيجه عدم وجود التعاونيات وضعف العمليات التعاونيه، وان في قانون التعاون الموحد في البرلمان حتى الان لم يصدر، وانا نرجو ان يصدر في الدوره البرلمانيه القادمه. الاستاذ مجدي متفق في الجزئيه دي؟ طبعا متفق في الجزء الخاص بالتعاونيات. طبعا، بس لسه القانون ما صدرش. لازم احنا بنطالب باصداره طبعا. فمثل هذا الموضوع، عدم وجود المؤسساتيه للمزارعين الصغيرين، دي مهمه قوي عشان تستطيع انك انت، يعني انت لو عاوز تجيب مزارعين صغيرين لازم تجيبه في شكل تعاونيات، وتعاونيات انتاجيه، وتعاونات عندها خبره. تتكلم كمجموعه صح كده بالظبط، كمجموعه، لكن كشركه وشركه لكن واحد لوحده ما ينفعش. فبالتالي البديل المرحلي، لازم مؤسسه. البديل المرحلي هو الشركات الكبيره. بس في نقطه هنا بقى مهمه جدا، وهي الاجنده المجتمعيه. ده الدوله المصريه، انا كدوله مصريه انا بديك ارض، بديك ميه، بديك مناخ، بديك تسهيلات تشريعيه، بديك البنيه التحتيه عموما، بديك بالظبط، بديك بنيه تحتيه. اتفضل الاستاذ مجدي وقالها، والكلام ده كله. انت كمستثمر بقى هتديني ايه؟ انت عندك ايه؟ انت عندك الخبره وعندك المال. حلو. لكن انا عندي الحاجات دي كلها، وعندي متطلبات. انا محتاج انت اجندتك زراعه معينه. لا، ما انا عارف. انت اجندتك تربح بزراعات معينه، وانا اجندتي كدوله بجانب ان ممكن اجيب عائد دولاري، وده حق طبعا، بس ليه اجنده مجتمعيه. حقوق مزارعين، ليه بعد اجتماعي، نسب اكتفاء ذاتي، تصدير. فلازم يبقى في اجنده مجتمعيه تتبناها الدوله المصريه امام اجنده المستثمر. حلو. حتى تستطيع، وهنا يحصل تفاوض ما بين الدوله. هنقول توافق. تفاوض. احنا مثلا نقطه توافق طبعا. وعلى فكره مش احنا بس نعملها، الصين نفسها بتعمل مثل هذا. يعني الدول زي الصين، زي الهند، زي البرازيل، ودي دول قطعت شوط كبير في عمليات التنميه فبتعمل مثل هذا. ان بقى انت فين، وين دي اللي باخدها على الحكومه بقى المصريه في الحته دي، وزاره فين الاجنده المجتمعيه
التي هي تقف امام او مش تقف امام اللي هي ممكن لا تتفاوض بيها مع اجنده المستثمر. تمام. عشان انا كمواطن احس ان هذا المشروع القومي طيب. عاد عليا بعائد. ودي مهمه قوي، ان في احد المشاكل اللي احنا هل دي ما ينفعش تتحط في الشروط لمن يريد الحصول على طبعا أفدنة طبعا في هذا طبعا المشروع؟ تتحط كأنها بنود طبعا طبعا. هنا بقى تحط برضو الخريطه الاستثماريه، وهنا لازم تحط ان انا بقول للمستثمر انت تيجي تاخد حته دي من الارض، انا بديك تركيب محصولي 1 2 3 4 تمام، طبقا لنوع التربه والميه، لان الميه عنصر اساسي من عناصر الانتاج، لان مش هيزرع لي برسيم مثلا زي ما ويحصل لي فقد في مورد الميه. فبديك اجنده محصوليه، ازرع الحاجات ديت وانا ليا، لان هي دي الاستخدام الامثل للموارد، بالذات مورد الارض ومورد الميه. لان لو سبته للمستثمر طبقا للربحيه اللي هو عاوز ياخدها ممكن يحصل تدهور ديتيريشن في مورد الارض والميه، الاقي بعد فتره من الزمن العمليه راحت مني والموارد راحت مني، زي اللي حصل في طريق مصر اسكندريه. لو تفتكر حضرتك اللي هي وحصل تملح للميه وكده، كانت مشكله ضخمه. هي دي النقطه اللي انا لازم اخد بالي منها. يعني اذا حضرتك بتتحدث في جزئيه ان لا، انت تعتقد ان يكون شركات او مؤسسات شركات المستثمر ويكون هناك التوافق بين اشتراطات الحكومه في طرح مثل هذه الافدنه على رجال الاعمال، على رجال الاعمال او شركات وكلاء اعمال، ويبقى ليها اجنده وتفاوض مع المستثمر. نمره 2، لو انا عاوز المزارع الصغير، انا مع المزارع الصغير والمزارعين الفلاحين المصريين ودول اهلنا طبعا. لكن لما يجي يخشوا مش هيخشوا فرادى. طب اسمح لي بقى في الجزئيه دي، يخشوا من خلال ايوه نقيب فلاحين الجيزه، يخشوا من خلال تعاونيات والكلام ده. شايف ان الفلاحين هيكون لهم نصيب في مثل هذه الافدنه، ولا هيبقى الموضوع بنطلب بقى من القياده السياسيه ان فعلا هيبقى عندهم، انت اكيد ادرى، هيبقى عندهم القدره ان هم يستصلح اراضي ويبقى في دفع فلوس وفي صرف فلوس ومثل هذه الامور؟ طبعا، لان هو اصلا قبل موضوع الدلتا الجديده وقبل كده هو فعلا الفلاحين غزوا الصحراء، بس كان بمجهودهم الخاص. ان هو بيقدر يوفر اي مال وبتاع، وبيروح هو وخمسه سته يروحوا يشتروا قطعه ارض ويقسموها على نفسهم. دي شبه تعاونيات بس بالتراضي. بس كان بيقابلهم ايه؟ مشاكل في دق الابار وفي التصاريح وفي الطرق، في التسويق. يعني مثلا بعد ما بياخد ويزرع يبدا مثلا هينتج، بعد ما بينتج مفيش تسويق. ليه؟ انا مثلا رحت مثلا الوادي الجديد وزرعت. طب انا عشان مثلا انتجت في الوادي الجديد، طب هجيب من الوادي الجديد للقاهره او للدلتا نولون قد كده وكده. فيبقى اصبح احنا عايزين دلوقتي التسويق، يبقى في تسويق للمزارع الصغير يتسوق مشال له. طيب يعني قبل ما نتكلم عن التسويق والمشال والمميزات اللي ممكن ياخدها الفلاح او مساعده من الحكومه للفلاح، خلينا نتكلم، هل الفلاح لديه القدره انه يخش في مثل هذا المشروع؟ طبعا هو في مين غير الفلاح يقدر يخش. تمام. ولكن احنا بنقول بجانب المستثمر، احنا مع المستثمرين يخشوا، بجانب الشركات يخشوا، ولكن احنا لينا بس جزء مخصص مثلا للفلاحين بالظبط. يعني مثلا في جزء خاص بالشركات والمستثمرين الكبار، ودي هتبقى قطعه كبيره. تمام. اما احنا عايزين الفلاح اللي هو عنده قدره انه يزرع 5 أفدنة 10 أفدنة عشان يستوعب اولاده والبطاله اللي موجوده. وانا لما الفلاح ياخد 5 فدادين و10 فدادين هيستوعب بطاله، وفي نفس الوقت هيعمل تنميه للثروه الحيوانيه زي ما ذكرنا في السابق. تمام. وهيبقى في البان وفي لحوم وفي كده، لان الثروه الحيوانيه دي مين اللي هينتج فيها؟ هو الفلاح الصغير اللي هو صاحب القطعه ال5 أفدنة و10 أفدنة. الفلاح الصغير هيبقى عنده القدره انه يصرف. انا على اظن 5 فدان في استصلاح اراضي زراعيه، هي كانت صحراء وهتبقى زراعيه، بتكلف قد ايه؟ بالنسبه يعني للفدان؟ الفدان بيكلف له بتاع 100,000 جنيه الفدان لوحده. الفدان عشان يتعمل بقى ايه بالطرق الحديثه، عشان تبقى بس عشان تبقى خلاص كده تصلح للزراعه. واحنا بنطالب كمان حتى الوادي القديم ان يتطور فيه برضو الري بتاعه، يبقى بري بالتنقيط وبالرش عشان نوفر ميه وعشان نرفع من الانتاجيه بتاعته. يعني اللي هياخد له 5 فدان مثلا هو محتاج له نص مليون جنيه عشان يبتدي بس يهيئ الارض للزراعه. احنا برضو علينا نقطه بنطالب بيها شركه الريف المصري. دلوقتي وحضرتك وانت ماشي على الطرق السريعه كلها تلاقي ايه؟ يفط كتير مكتوب عليها شركه الريف المصري. طبعا اختلط الامر بالموضوع ده. احنا عايزين شركه الريف المصري اللي هي تتبع الحكومه وتتبع اختلط الامر عشان بس توضح. هقول لحضرتك يعني كل واحد بيتاجر في ارض او حب ياخد ارض ويتاجر فيها او بتاع بطريقه مش مظبوطه، حطت الاسم كلمه الريف المصري، شركه الريف المصري. احنا عايزين الموضوع ده يلتغي، يبقى شركه الريف المصري تعمل اعلانات في التلفزيون وتنزل البادج بتاعها عشان والتليفونات بتاعتها. بس حته مهمه يعني ايه، حتى الدكتور راح باصص لك اللي هو ازاي يعني يعني واحد واخد حته ارض وراح كاتب عليها الريف المصري. هقول لحضرتك وايه التلاعب؟ الاراضي الصحراويه
في دلوقتي يفط محطوطه، كل اللي عايز يتاجر في ارض او خد ارض بطريقه ما حاطط يافطه ومكتوب عليها شركه الريف المصري عشان يبيع كده. احنا عايزين بقى ايه وقفه للموضوع ده. ان اكيد شركه الريف المصري الاصليه لديها رقابه، يعني لا احنا طالبين منها بس اوصل المعلومه. طالبين من شركه الريف المصري اللي تتبع الحكومه تعمل اعلانات في التلفزيون بارقام تليفوناتها بالعنوان بتاعها، وتنزل البادج بتاع ان دي شركه الريف المصري الوحيده ملهاش افرع تاني، هي دي اللي المواطن يتوجه ليها او المستثمر يتوجه ليها او الشركات تتوجه ليها، عشان ما يبقاش يعني انت كلام على مسؤوليتك، انت اللي شفت لا ولا دكتور شفت ايوه عشان ما حدش يروح يتنصب عليه في الناس اللي بيحطوا اسم الشركه على يفط وهميه. لقيتها فين يا استاذ؟ على الطرق الصحراويه، معظم الطرق الصحراويه فيه يفط محطوط يقول لك شركه الريف، شركه الريف المصري، وما عليهاش لا بادج ولا تليفونات ولا حاجه. فانا عايز الشركه اللي هي تتبع الحكومه وبتاخد الارض من الجيش انها تاخد الاراضي من تنزل اعلانات في التلفزيون، والبادج بتاعها اكيد بيقول لك السماد نزل خلاص والبادج بتاعها عشان خاطر ما يحصلش اي اختلاف معاهم يعني. نعم. هي المشكله المشكله اللي صغار المزارعين والبتاع هي المؤسساتيه. يعني انا وجهه نظري ان المزارع 5 فدادين ونظام 10 فدادين و20 فدان مش هينفع في الارض الصحراويه، مش فيزبل، نوت فيزبل اتول. من ناحيه المكسب تقصد؟ مش لا المكسب بتاعه، لان انتاجيه ضعيفه. طب الفلاح هيروح فين؟ استنى بس ما انا هقول لحضرتك. لا هو بيتكلم في المكسب، انا بتكلم في المكسب. الفلاح هيقدر يكسب في ال10 فدان؟ لا مش هيكسب. وحتى لو كسب مش هيبقى فيزبل، يعني ما هياش استمراريه، مش استمراريه يعني مجزيه. واستمراريته برضو عليها كلام. عشان تحلها انت لازم تجيب عدد من المزارعين يبقى، وبعدين تبقى جمعيه تعاونيه وليهم اسهم. دي موضوع ده بس انا بكلم الفكره بغض النظر عن ان هو يجيبوا دي، وليهم اسهم. يعني انا عندي مثلا 100,000 فدان، 200,000 فدان، جمعيه تعاونيه للمزارعين 200,000 فدان، لان انت عشان كل واحد يخش بكام سهم وكل واحد يخش بالاسهم وهم يشتغلوا في هذه الارض. تمام. وياخدوا قوه عمل، ياخدوا اجره نتيجه نظير عملهم، ما حدش هيشتغل ببلاش. وبعدين عائد المكسب ده، العائد بتاع المكسب دوت يعود عليهم ويتوزع في شكل ارباح طبقا للشير او الاسهم بتاع الارض. كانك بتتكلم في بورصه مش بورصه يعني الاسهم بتاعتهم هم ويكسبوا من الاسهم. هذه الآلية ان انت اولا بتدي مساحات كبيره من الارض، تدي 200,000 فدان 300,000 فدان انت عشان تشتغل عشان تقدر تقول ان المشروع ده يعني يقدر يجيب عائد. لازم نمره 2 هذه عشان تكون التعاونيه دي بدون قانون. هو ده بس عشان اكيد مش هيبقوا عيله واحده، هيبقى العيله وجايبه ناس جيرانهم عشان يبقوا عدد كبير ويقدروا يعملوا ده. ده بقى بيتوقف. لازم يبقى في قانون التعاون الموحد الاول يصدر. ده اول ستيب زيرو. ان قانون التعاون الموحد اللي هو موجود في البرلمان من سنه 15 لم يصدر، لابد ان يصدر مثل هذا القانون. بس بتتكلم في 2026 احنا خلاص يعني لازم يصدر. ده طيب بس اسمك برضه نديله الحق برضه، هو نقيب فلاحين الجيزه يعني وبتتكلم كمان بلسان الفلاحين كلهم. لازم يصدر. شايف ان زي ما الدكتور شريف بيقول ان هيبقى بالنسبه 10 فدان مش هتبقى مجزيه بالنسبه للفلاح كمكسب او كاستمراريه، او مش تبقى مجزيه. شايف ده كلام حقيقي واقعي؟ لا هو لابد ان يبقى فيه جزء بيتخصص للفلاحين، وحسب برضو سياسه الدوله ما تقول، اي 10 20 زي ما السياسه تقول والقياده السياسيه تؤمر. انا معاك بس بتكلم في الشيء المجزي. ما انا ما ينفعش اقوم جايب الفلاح اقول له روح اشتري، بس انت خلي بالك مش هتحقق المكسب المجزي. لا مش هيحقق ساعتها ما بديك مثال عشان كده بقول لك انت شايف انه هيحقق المكسب وهيبقى في استمراريه بعد الصرف اللي هيصرفه على الاصلاح الزراعي، بدليل ان هو عايش بقاله 7000 سنه على الوادي القديم، وهو اللي بينتج وهو اللي بيوكل وهو اللي بيصدر. تمام انا معاك بس هي الاراضي خصبه. اراضي مش محتاجه. ما انا بقول لحضرتك هو زمان وفيضان النيل هو دخل على الصحراء قبل ما حتى الحكومه تخش في الصحراء. بس دخل على الظهير الصحراوي، ما دخلش على الصحراء بالظبط. في فرق بين حاجتين، بين الظهير الصحراوي ده ملمس في ده ملمس في الوادي والدلتا، وده بياخد ميته من 30 40 متر بالظبط ماشي، لانه بياخد من البير الجوفي بتاع وادي النيل. تمام.
انت هنا بتتكلم على صحراء على حق ربنا. يعني زي ما بيقولوا مفيش تحتها نقطه ميه بالظبط. فبتاخد ميه بتاعتك من 700 متر 800 متر اللي هو مخزن الجو في النوبي. تمام. انت بتاخدش بس معلش، هل الدوله البنيه الاساسيه البنيه الاساسيه المفروض الدوله عملت البنيه الاساسيه. البنيه الاساسيه دي اللي هي دق ابار. مثلا انا لما كنت بدق بير في الوادي القديم هدقه على 70 متر 150 متر. انما في الصحراء بيدق على ايه عمق ايه 700 متر طبعا. 1000 متر يعني تكلفه اعلى فالدوله عملت البنيه الاساسيه. ما دام عملت البنيه الاساسيه انا هقدر اروح ازرع كفلاح. بس في الابار موضوع الميه وده مهم، ولانه عنصر حاسم في نجاح الزراعه، ان في حاجه اسمها معدل السحب الامن. بمعنى ايه؟ انا موضوع بير مثلا مسافه 700 متر من خزون الجو في النوبي. حلو. انا بيجي وزاره الري وبتدرس هيدرولوجي البير وتقول مثلا ما تاخدش في اليوم اكتر من 900 متر او 500 متر او 700 متر على حسب البير تمام. نفسه، وتحط لك عداد وتيجي تراقب العداد. ولو تجاوزت العدد بتحطك غرامه وبتبقى مشكله. تمام. واخد بال حضرتك؟ في الوادي القديم ما فيهوش، لان البير هناك متجدد بالظبط. ميه النيل والمخزون الجوفي متوفر، فالمياه الجوفيه متجدده. لكن انت هناك هتمشي هناك هتمشي على في حاجه اسمها معدل السحب. نمره 2 معدل السحب الامن بيحدد لك. وبعدين كواليتي الميه دي نمره 2 اللي هو نوعيه الميه. تمام. انت نوعيه الميه في الوادي ميه زي الفل. ايوه. نوعيه الميه. ايوه يا دكتور، بس احنا بنتكلم ان الدوله لما هتطرح ل 4.5 مليون فدان هتبقى في بنيه تحتيه ليها، صح كده؟ ولا فيها ابار ولا مش فيها الابار؟ عشان بس دي النقطه بقى. الابار ان الشركات الكبيره عندها القدره عمل الابار وعمل المجسات وعمل الدراسات. تمام. لكن الابار هناك في البنيه التحتيه، يعني انا اعتقد ان في البنيه التحتيه ممكن تعمل لك، لكن انا ساعات انا كشركه توسعت ماشي فممكن اعمل بير. والنمره 2 تكلفه استخراج الميه. تمام. انت عشان تجيب تكلفه استخراج الميه اللي من بعد 700 متر دي انت عاوز لو حبيت تزود ابار يعني. تمام. بس تاخد تصريح من وزاره الري طبعا، مش من مزاجك يعني. بس تعمله على حساب في الحاله دي. ما تعملوش على حساب الحكومه. نمره 2 ان انت عشان تجيب البير من المياه الجوفيه دي انت عايز طاقه. اوكي. انت بتعمل طاقه، وشوف السولار بكام دلوقتي وعاوز طاقه قد ايه. ولو هتعتمد على الطاقه الشمسيه وده افضل ماشي. الطاقه الشمسيه مكلفه طبعا. عشان تقدر تستخرج والكلام ده كله. فهي عمليه مكلفه جدا يعني تكلفه. نمره 3 ان بعض المحاصيل اللي انت هتزرعها، اولا مش هتزرع محاصيل تقليديه، انت هتزرع هتزرع محاصيل غير تقليديه زي مثلا الكينوا زي البانيكم، ودي محاصيل غير تقليديه تقدر ان الانتاج الحيواني مش هتزرع برسيم مثلا عشان تجيب انتاج حيواني. انت مش هتزرع برسيم، لكن هتزرع ايه؟ بانيكم. تمام ماشي. ده بانيكم بيتزرع في الاراضي الصحراويه، ممكن يجود في الاراضي الصحراويه وحاجات زي كده. وهنا لازم يبقى المشروع عشان ينجح ودي بقى والدوله فعلا بتشتغل في الحته دي تكاملي. بمعنى ايه تكاملي؟ يبقى عندي زراعات اعلاف لو انا هعمل انتاج حيواني وعندي تربيه حيوانات ماشي، وعندي مصانع لانتاج الكومبوست. تمام. من انت عايز تعملها مدينه متكامله طبعا. لان عشان ينجح المشروع في الاراضي الصحراويه ما اقدرش اعمل نشاط واحد واقول هو ده. لا. وبعدين عندي كمان لازم في يعني يبقى عندي زراعات نخيل وزراعات اعلاف وزراعات زيتون. تنوع في هذه الصناعات وصناعات زراعيه كمان. تمام. دي بقى النقطه المهمه للشركات عشان تقدر تجيب الانكم دي وتصنيع لهذه الصناعات. لهذه المنتجات عشان الفاليو ادد او القيمه المضافه. جميل. ان انا اقدر استمر، لان لو ما عملتش كده ممكن ما تقدرش تستمر. جميل. طيب يعني اذا الدكتور شريف هو مع المؤسسات او الشركات هي تقدر تقوم بده، وقالوا ان ممكن الفلاح ما يقدرش يقدر في جزئيه صرف على الابار واستصلاح الكثير من الاراضي. كان ليك انت تعقيب على ده؟ ايوه فضل. حضرتك الكلام ده كان من 30 سنه. ايه اللي اختلف؟ ما كانوش بيعملوا بنيه اساسيه. تمام. من 30 سنه فاتوا كانش في بنيه اساسيه، ولو اتعمل بنيه اساسيه من ضرائب المواطن كان بتروح للمستثمرين اللي جايين من بره. طيب خلاص. انما احنا النهارده في قياده سياسيه بتدي اوامر للجيش، الجيش بيعمل بنيه اساسيه بيدق ابار. ليه؟ لان والنهر الجوفي اللي ليبيا واخداه من عندنا. تمام. عشان مثلا بنقول ايه ده طب خلينا في الحته بتاعتنا. خلينا في الحته بتاعتنا. يبقى احنا عندنا دلوقتي القياده السياسيه ادت توجيهات ان يعمل دلتا جديده ووادي نقره ومغرى.
الاراضي دي اتعمل لها بنيه اساسيه، طرق، حلو. قطر حديث حضرتك قلت للنقل، الكلام ده. انا دلوقتي للزراعه. انا بتكلم على فكره مش تقليلا من الفلاح، بالعكس. ايوه بالعكس، انا لسه في كام سؤال للفلاحين ان هم شايفهم هم المظلومين في المنظومه الزراعيه المشكله اصلا. كانت في السابق ان ما فيش بنيه اساسيه، انما النهارده في بنيه اساسيه. طيب، هل شايف ان فلاح او عيلته او اسرته المكونه مثلا من 3 4 هيبقوا قادرين هم يبقوا يستصلحوا 10 افدنه مثلا او 5 افدنه، يبقوا قادرين على الصرف ولغايه بقى لما يطلع اول نبته؟ شايف ده طبعا يقدر؟ لان هو ده، ولا ننتظر التعاونات؟ أيوة، هو الافضل. الفلاح عنده صبر بطبيعته، عنده صبر انه بيروح يستصلح في الارض ويزرع وكل حاجه بالتعاون مع زمايله. يعني في قبل ما يحصل الطفره دي كان الفلاح بياخد مجموعه من الفلاحين وياخدوا مثلا 200 فدان 300 فدان يستصلحوهم ويدقوا البيت بتاعهم بلد واحده، ويبدا كل واحد يقسم له 10 فدادين 5 افدان ببير واحد او ببيرين. انما النهارده لما الدوله عملت البنيه الاساسيه، عملت طرق، عملت قطار سريع للنقل عشان البضائع، وفي نفس الوقت يبقى فيه تسويق. تمام، ده مردود اقتصادي. كل دي ده مردود اقتصادي وبنيه زي الفل. بالظبط. ما هو احنا عايزين بقى ما دام في بنيه اساسيه وفي طرق، اذا انا دلوقتي في ان انا يعني تبيح لي ان انا اخد ارض واستثمر فيها او انتج. لكن شايف الفلاح عنده القدره والعباءه الماليه انه يصرف طبعا. فعشان كده انت بتطالب ان يكون في جزء ده لازم يمنح للفلاحين. امال هتروح فين؟ يعني دلوقتي الفلاحين اللي عايشين على الوادي القديم والزياده السكانيه بتاعتهم هيروحوا فين؟ الا لازم يبقى لهم متنفس في الصحراء انه يروحوا يشتغلوا. هو ده زياده استثمار، هو مش متنافس، هو زياده استثمار. احنا بجانب الاستثمار وبجانب الشركات الكبيره وبجانب المستثمرين الكبار، الفلاح لابد ان يكون له جو السعيد يسعد. تمام. الكور الاساسي لنجاح مشروع صحراوي اولا يبقى عندك قدره الطاقه بجانب الميه الطاقه. تمام. وده السؤال اللي بساله. بير على عمق 700 800 متر هتجيب طاقه منين عشان تجيب الميه؟ في حاجه اسمها سحب امن للبير. في حاجه اسمها سحب امن كانت عليه اللي هو ده لازم. تمام. والا البير ينشف او تكلفه. والكهرباء دي المفروض ان هي برضه بتتم توفيرها، صح كده؟ لا لا لا، ده طاقه بتبقى موتور غاطس. نمره 3 عشان تنجح مشروع في الصحراء لازم يبقى مشروع تكاملي، ما ينفعش تعد على نشاط واحد فقط. لازم يبقى فيه صناعات عشان تقدر تجيب فاليو ادد كتير او قيمه مضافه. ايوه ماشي، عشان تقدر تستمر، بحيث المشروع لو وقع او النشاط وقع معين نتيجه يبقى عندك تقدر انك انت تمشي بيه. نمره 3 لازم فيه تكامليه الانشطه الزراعيه. يعني لما تيجي مثلا تعمل انتاج حيواني لازم تبقى عندك اعلاف. لما يجي مثلا عندك مثلا محاصيل خضر او محاصيل بتاعت زي النخيل والزيتون والكلام ده، ما هي بيسموها الكاش كروبس او المحاصيل النقديه. تمام. اللي تقدر تجيب عائد عشان تستخدم الكلام ده كله. الحاجات دي كلها. النمره 2 مثلا هديك مثال، الزيتون عاوز عشان يبتدي ينتج انت عاوز مش اقل من 8 سنين عشان يبتدي ينتج. النخل عاوز من 5 سنين عشان يخش الحديه، انتاجيه الحديه. انت عايز بتكلم الحديه تصرف طبعا لمده 4 لو 4 سنين 5 سنين عشان يبتدي يخش في العائد الحدي. تمام. السؤال هنا وده اللي يعني لازم نسال السؤال، تتكلم منطقيا. هيجيب منين يفضل يصرف على النخيل؟ فسيله النخيل الكويس اللي هي البرحي بتصل كذا الف جنيه، الفسيله الصغيره. ايوه ماشي، اللي هي البرحي اللي هو الغالي ده. الغالي. ايوه ماشي. الزغلول كذلك برضه ماشي. السؤال هنا ماشي، منين يقدر يجيب هذا المزارع تكلفه الطاقه؟ ولو عاوز يحفر بير تاني او حاجه هيجيب منين؟ لو عايز، ما بقولش ان مفيش بنيه، في بنيه اساسيه، هيجيب منين؟ بس اعتقد يعني عارف تتكلم في مصلحه المزارع الاثنين بالظبط. تمام. ولكن انت بتعول في جزئيه ان لا، خلي الفلاح يبتدي يزود في المحاصيل الاستراتيجيه اللي هي تصلح عنده. اللي بتكلم فيها ان المزارع وبعدين اسلوب الزراعه في الارض الصحراويه مختلف عن اسلوب الزراعه في الارض القديمه. تمام. لان ده نوع تربه. بس خلي بالك في فلاحين اباطره رجال اعمال ولديهم الزراعات دي حاجه، ده موضوع في بلدهم، ده بيزنس. يعني ده انا بتكلم يعني في عتاوله، يعني انا بتكلم على الفلاح الغلبان. وفي دورات اصلا تدريبيه. انا بتكلم على الفلاح الغلبان اللي عنده شويه فدانين 3 يعني بحد اقصى. ده الفلاح اللي على قد، يعني ما بتكلمش على الفلاحين. فانت الاستفاده بتاعته ان هو يزرع الزراعات اللي هي الاستراتيجيه. الزراعات الاستراتيجيه دي في الوادي والدلتا، ودي يمكن موضوع لا يزرع في الوادي لان هو خبرته في زراعه القمح والرز والبرسيم والفول والعدس دي خبرته.
لكن في الاراضي في المحاصيل الغير تقليديه زي مثلا محصول زي الكينوا، ولا محصول زي علف الفيل، او محصول زي يعني في محاصيل تانية. معلش، علف الفيل ده بيستخدم في ما احنا زارعين يا دكتور. علف اسمه كده. علف اسمه. احنا زارعينه في انا عارف القديم. الزارعين، ما انا عارف، ما بقولش انه مش مزروع، لكن في محاصيل اخرى يعني الصحراء عشان نكون معاك، يا نخيل يا بلح، انت بتتكلم فيها زراعات يا تين شوكي. هي دي على حسب نخيل وبلح، نخيل وزيتون، اسف، وموضوع والزيتون ده الكلام ده من 30 سنه عدى، انما الدوله النهارده عملت بنيه اساسيه تزرع خضار وتزرع بلح وتزرع هو سوى بكل حاجه. لا، واي زرع. لان بص يا استاذ احمد، اهم حاجه البنيه الاساسيه. ماشي، البنيه الاساسيه طرق. على فكره هو دكتور شريف بيتكلم من جزئيه ان هو استاذ في مركز البحوث الصحراء، بالظبط، هو عارف يعني التربه الارض دي تصلح فيها ايه. انا هدي مثال لحضرتك كمان، يعني هو مش بيتكلم لمجرد بس الصدام في لا الفلاح على ارض الواقع هو اللي لامس يعني الشمس بتلسعه وهو بيزرع، سواء في صحراء او غير صحراء. هو في ارض، هو اللي ماسك النار بايديه كده. ما اختلفناش. أيوة. في لازم نعمل دراسات جدوى اقتصاديه. اولا لازم نعمل دراسات جدوى اقتصاديه ودراسات جدوى سوقيه. تمام. يعني عشان نكون واضح، لازم بدايه اي مشروع بجانب ما تعمل تحليل ميه وتحليل تربه وتحليل مش عارف ايه والكلام ده كله، لازم تعمل دراسات جدوى سوقيه ودراسات جدوى سعريه، جدوى اقتصاديه. ماشي. عشان اعمل مثل هذه الدراسه دي الاف الجنيهات، لان مش اي واحد بيقدر يعملها، دي شركات خبره هي اللي بتقوم بمثل هذه الدراسات. الزيتون مثلا عاوز حوالي 8 سنين عشان يبتدي يخش انتاج حدي. النخيل عايز حوالي 7 سنين عشان يخش، او 6 سنين عشان يخش انتاج حدي. انتاج حدي يعني يا دوبك يغطي تكلفته. تمام. ده الانتاج الحدي، يا دوبك يغطي التكلفه بتاعته. ماشي. تكلفة ال6 سنين ولا تكلفة الطرحة؟ لا يعني انا بصرف على النخل قد ايه فيجيب لي عائد يا دوبك يغطي تكلفة النخل. لكن انت صرفته على الارض ده لا خلاص، ده راس مال بقى دخل ليه على جنب. ده موضوع ده في دراسات جدوى، ده اسمه ده في رانينج كوست، تكلفة تشغيل وتكلفة استثمارية. دي تكلفة استثمارية، دي حاجات تانية. واخد بال حضرتك؟ فعشان ابتدي هذا، هل الفلاح الصغير اللي هياخد، وبعدين نمط الانتاج كمان في الاراضي الصحراويه تاريخيا خبرتها، انا ما بتكلمش على التصدير الصحراوي، بتكلم في الاراضي الصحراويه. انت ما بتشتغلش، ما بتقدرش تشتغل على 10 فدادين تخسر. لازم تشتغل على ده. حتى المغره، يعني ده تفتكر حضرتك المغره، لو مشروع المغره كان مديني الريف المصري، كان مدي كام؟ كان مدي 200 فدان. ايوه ماشي. فانت لازم تشتغل على مساحات كبيره عشان تستطيع انك انت يبقى عندك عائد. وانت بتتكلم هنا في جزئيه هو يكون عندك تنوع في الزراعه، يعني جزء يبقى نخيل، ايوه، جزء فيه صوب وفاليو ادد، عشان برضه ما انت 8 سنين مش هتقعد 8 سنين او 7 سنين ايوه عطلان. يعني لازم تبقى عندك نمره 2 عندك تصنيع زراعي طبعا، عشان يبقى في عائد، ماده اوليه مش خام بس. نمره 3 دي مهم بقى عشان بتتكلم عن التسويق والكلام ده كله. اولا انت مش هتروح سوق المحلي، لا طبعا. انا بقول لك الزراعه الصحراويه مش هتروح سوق المحلي، او جزء منها اغلبها هيروح سوق خارجي. السوق الخارجي محتاج ايه؟ اولا لازم تاخد معلومات سوقيه على السوق الخارجي، اني محاصيل عايزينها واني خضار عايزه طبعا، والنوع المحصول والفتره الزمنيه والكواليتي الاشتراطات الخارجيه عموما، اشتراطات الدول، والا مش هتاخد منك، والامراض، والا مش هتاخد منك. واحنا عندنا في المحاصيل الزراعيه ما شاء الله عندنا تصدير، احنا وعندنا في تصدير حصل في الفتره الاخيره. انا متفق معاك فيها. هذه المعلومات السوقيه الشركات الكبيره، بس بشرط، انا مش بعد كده بدافع عن الشركات الكبيره، لا، بشرط بيقول ايه؟ ان الدوله يبقى لها اجندتها طبعا، وتقف قدام الشركات الكبيره وتفرض عليها محاصيل معينه عشان ما تبوظش المورد، ويبقى ليها اجنده مجتمعيه. ما دي قبل استلام الاراضي اصلا طبعا، وتدفع وانا من وجهه نظري ما تديش ملكيه، حق انتفاع. حق انتفاع ليه؟ عشان الشركات الاستثماريه لما تيجي تخل بالشرط، ماشي، ده بجانب ان الارض اصل انتاجي، اصل انتاجي ده ملك الاجيال القادمه، والميه ملك الاجيال القادمه. لما تيجي تخل بالشرط اسحب منها الارض، ما تجيش بقى تديها في شيء رادع، في رادع ليها. وكمان انا لازم افرض عليها محاصيل معينه، افرض عليها محاصيل، ما تزرعش محاصيل كيت وكيت وكيت وكيت، لان دول محاصيل لن تجود. نمره 2 انها ممكن تاخد ميه كتير. دي الشركات الكبيره. الشركات عندها تقدر شركه تستورد تقاوي من بره بس انا هسالك برضو سؤال، يعني بس هجاوبني بعد ما اذهب للاستاذ مجدي في الجزئيه الخاصه ما هو الاراضي دي معموله برضو عشان تكفي وتغطي السوق الداخلي. ما دي هرد على الحته كده. الرئيس قال احنا مش هنحقق الاكتفاء الذاتي. ايوه، بس ابسط الامور هيبقى نرفع شويه بالظبط. ما انا هرد عليها دي لانها ردها مش مباشر كده. طيب هروح للاستاذ مجدي في الجزئيه الخاصه بقى بالفلاح، واحنا بنتكلم عن الفلاح اهالينا.
ليه دايما بنشعر ان الفلاح هو الخسران او لديه المظلوميه في المنظومه الزراعيه؟ ليه؟ هو عشان سواء مع التجار، سواء مع الناس اللي بياخدوا من عنده الانتاج، سواء حتى مع لما يجي ياخد الكيماوي ولا السماد ولا الامور دي كلها، بنجد ان هو اضعف حلقه موجوده رغم ان هو اهم حلقه. عشان هو بيقعد 6 اشهر مثلا، يقعد جنب الزرعه بتاعته، يحرث ويعزق ويسمد ويرش وكل حاجه ويحصد. ومثلا لو مثلا كيلو البطاطس هيبيعه ب5 جنيه، تلاقي في السوق مثلا ب20. يبقى اذا هو قعد 6 اشهر وخد ال5 جنيه ولا 4 جنيه. التاجر عشان وزن للزبون في السوق ولا عشان خد يعني 3 اضعاف المكسب. دي نقطه. النقطه الثانيه التوزيع. النقطة الثالثة المشال. يعني مثلا برضو لما يجي يورد زي ما موضوع القمح والحاجات دي، بس الحمد لله دلوقتي بدأوا يعملوا حلقات للتجميع بتاع القمح والتوريد وهكذا. فيبقى وفي نفس الوقت عايزين الملحقين الزراعيين اللي موجودين في السفارات بتاعتنا بره يعملوا لينك مع الدول، يشوفوا الدول دي عايزة ايه مننا وفائض عندنا. انت دخلت كده في جزئية التصدير. طبعا ما هو الفلاح دلوقتي عشان في يعني حاجات فائضه عندنا عن السوق المحلي. تمام. يعني مثلا انا دلوقتي لما البصل زاد والبطاطس زادت وبقت رخيصه، خليها زي طب ما اقصدش، انا اقصد لما اتصدرت غليت. لما اتصدرت غليت. ما هو في حاجه هقول لحضرتك. خليها في السوق المحلي بالسعر اللي الدوله تقول عليه. حلو. الفائض يعني تصدره. هو مثلا الدوله قالت ايه؟ قالت الكيلو ب5 جنيه بقى 5 جنيه. طب هتصدر، شوف السوق بقى متعطش لايه ويبقى بكام دولار. تمام. ندخل معاه. بس ما يبقاش في بقى طمع من الناس تقوم واخده اللي في المحلي تقوم مطلعاه بره ويحصل نفس القصه بتاعت ارتفاع اسعار البصل. لا يبقى ما هو لابد ان نعمل ايه؟ نوفي السوق المحلي اولا والفائض يتصدر. تمام. ده بالنسبه لجميع طيب بما انك انت حضرتك نقيب فلاحين الجيزه، بتشوف ايه اهم المعوقات بالنسبه للفلاح؟ وده اهم على فكره ممكن نتكلم عنه دلوقتي. ايوه. يعني في ظل وجود فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيتحدث عن مساحات مزروعه تنضم واهتمامه بالمحاصيل والمحاصيل الزراعيه الاستراتيجيه وغيرها، فرصه ان احنا نقول ايه المعوقات اللي بتقابل الفلاح، وليه دايما هو الحلقه الضعيفه، وليه دايما بياخد الفلوس في الاول وبعد كده الانتاج بتاعه بيلاقيه بعد كده، بعد ما التاجر بياخده يلاقيه مثلا 3 أو 4 أو 5 اضعاف في السوق. هي رقم 1 في الزراعه التعاقديه هتكلم فيها، وفي حاجات تانية غير الزراعه التعاقديه. بالنسبه للفلاحين المشكله عندهم بيبقى الاسمده لازم تتصرف في ميعادها، النيلي والصيفي والشتوي تتصرف. فكان الفتره اللي فاتت في ازمه وقالوا ان المصانع ما بيجيلهاش توريد غاز، فعشان كده اتاثر وبتاع. وفوجئنا ان الاسمده بتتصدر. ليه؟ لان مصر فوجئت ايه؟ فوجئنا ان الاسمده بتتصدر عشان دي معامله صعبه يعني. مصر دوله مصدره للفوسفات وبنصدر اسمده طبعا، بس احنا بنطالب يعني مصنع طلخه بيورد للفلاحين، وابو قير بيورد للفلاحين، وحلوان بيورد للفلاحين. ايوه بس انا ما اديش للفلاح واصدر واخلي الفلاح متعطش. هم قالوا احنا عندنا نقص في توريد الغاز، ففي مشكله في تمام. طب احنا كنا مقدمين اقتراح للسيد وزير الزراعه. حضرتك لما عرفت ايه؟ طب لما ده بيصدروا وانت عندك الفلاح بيشتكي من هذه الجزئيه، هي حصل انفراجه دلوقتي اهو. ايوه حضرتك عملت ايه ساعتها؟ بما انك نقيب الفلاحين بنروح التعاونيات ونقول له، يقول لك هنبعت لك جرارين، طب الواحات ما فيها عجز، طب هنبعت جرارين وهكذا. احنا كنا مقدمين اقتراح للسيد وزير الزراعه بنقول، وطبعا الاقتراح ده موجود في الاتحاد التعاوني اللي هو الهرم الزراعي. كان الاتحاد التعاوني في جزء مخصصه كجزء موارد ماليه، يعني انشاء مصنع اسمده، تبقى الوزاره نفسها هي اللي هتعمل المصنع وهي اللي هتورد للفلاحين عشان ما يبقاش فيه مشكله. يبقى اذا المصنع ده هيبقى بتاع الوزاره، بتاع وزاره الزراعه، وهو اللي هيورد للفلاحين. يعني الاعاقه الاولى بالنسبه او معوقات الاولى او تحديات الاتحاد الاول اتوقف الموضوع ده ليه؟ دي حاجه عشان احنا عايزين وفره في الاسمده اللي احنا بنصدر. تمام. فعايزين وفره في الاسمده، يبقى الوزاره تعمل مصنع جديد عن طريق التعاونيات، والتعاونيات موفره. ايه المشكله تاني بتقابل الفلاح؟ المشكله المبيدات بقى. المبيدات طبعا عايزين برضو مصانع محليه تتصنع هنا وتبقى تحت اشراف وزاره الزراعه والبحوث الزراعيه، عشان في ايوه ما دي كلها دي مشروعات قادمه بكده حاليا. حاليا ما هو في يعني مبيدات بتجي لنا من بره
او مصنوعه تحت السلم عايزين رقابه، عشان انا باخد المبيدات دي ارش بيها ما بيبقاش مش في جمعيه زراعيه باين؟ نعم، مش في حاجه اسمها جمعيه زراعيه؟ ايوه والحاجات دي بيتم الصرف فيها. ما احنا عايزين برضه منها التنميه في الجمعيه الزراعيه. الجمعيه الزراعيه دلوقتي يا دوبك بتورد ايه؟ اسمده. احنا لا عايزين الجمعيه ترجع تاني زي زمان، تبقى فيها ميكنه زراعيه، فيها رشاشات، فيها جرارات، فيها عفارات، فيها دراسات، فيها كل مستلزمات الانتاج بتاع الفلاح، من ميكنه زراعيه وبذور ومبيدات حشريه وكل حاجه. لابد انها ترجع. ما احنا امال احنا بنتكلم في القانون بتاع التعاونيات انه يتطور ويبقى فيه الزام على الجمعيات الزراعيه انها توفر جميع مستلزمات الانتاج للفلاح، ودي ماده صريحه في الدستور، الماده 119 في الدستور. عايزين ايه؟ نفعلها، ان الجمعيات ترجع زي الاول. امتى ياخد الفلاح حقه وما يشعرش ان هو مظلوم في هذه المنظومه؟ خد حقه. شايف ان الفلاح من ساعه ما اتنشأت الدلتا الجديده. ماشي. و4000 فدان ونص. نقيب الفلاحين الجيزه فهم سامعينك. دخلوا. ما انا هقول لحضرتك انت اللي تقابلهم كمان شويه. دخلوا. ايوه دخلوا دلوقتي 4000 فدان هيخشوا في خلال اخر، زي ما الرئيس قال، اخر سنه 26 4.5 مليون فدان، زائد هيبقوا كلهم 13 مليون ان شاء الله. 13.5 ان شاء الله. هيبقى في انفراجه في المحاصيل، انفراجه في الارض، القماشه اتوسعت. ما احنا كنا المشكله كانت عند الفلاح ايه او عند الدوله؟ اني انا عندي مثلا لو 5 فدادين مطلوب مني ازرع فدان قمح وفدان، لو انا حبيت ازرع فدانين عشان ازود القمح يبقى على ايه؟ على عاتق الفول او البرسيم او البتاع. تمام. لان الارض محدوده. فلازم ازرع 1 قمح 1 برسيم 1 فول وهكذا. انما النهارده لما الرقعه اتوسعت يبقى انا محتاج 2 قمح هزرع 2 قمح، 2 فول هزرع 2 فول، برسيم وهكذا. طب الخضروات. طيب يا دكتور شريف، في الجزئيه الخاصه كنا بنتكلم فيها الاكتفاء الذاتي. والرئيس نفسه قال لا، هو ده مش معناه ان هنحقق الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي عشان نحققه فانت محتاج هتيجي في محاصيل يعني في بعض المحاصيل هتتم هترفع معدلات الاكتفاء الذاتي. بالظبط كده. بالظبط. مع وجود كلام حضرتك ان انت عشان تشتغل 6 سنين عشان في ارض استصلاح زراعيه وتكبر الانتاج بتاعك ويبقى اول طرحه ليه بخلاف الصوب، فانت بتتكلم مكلفه جدا طبعا. ما انا بتكلم في كل دي تكلفه، كل دي تكلفه فلوس جدا. عشان كده انت بتقولي اول انتاج وهيغطي تكلفه، افتكرت التكلفه الكامله. قلت لي لا، ده تكلفه تشغيل. التشغيل بس تشغيل مش تكلفه استثماريه. طب احنا كده حتى احنا رفعنا كده من وجهه نظرك يعني جزء من معدل الاكتفاء الذاتي، رغم حضرتك كلامك كله عن التصدير، عشان الشركه او المؤسسه او الفلاح اللي هيشتري يقدر يجيب فلوسه. بص يا فندم، عشان نزود معدلات الاكتفاء الذاتي اولا لازم نعرف ان احنا عندنا الجاب في ايه. الجاب بتاعنا موجوده في ايه؟ موجوده في محاصيل حبوب وبالذات القمح والذره، وموجوده في محاصيل الزيوت، وموجوده في محاصيل البقوليات. صح. هم دول الثلاث الثلاث مجموعات اساسيه اللي عندنا جاب فيها. وثلاث حاجات محوريه. والثلاث حاجات ده فطار الفقير. بالظبط. الفقير ده الصبح ياخد شويه الفول مع شويه حته طعميه بالظبط ورغيف عيش. والفول ده عليه زيت. صح. فده غذاء الفقير. نعم. ماشي. انت بتستورد اغلب الجاب موجوده في الثلاثه. تمام. انت عشان تقول الارض الصحراويه تخش تزرع قمح وزيت وذره والكلام ده، يعني ممكن محاصيل الزيوت ممكن تزرع بعض محاصيل الزيوت. حلو. يعني زي زيت سمسم، زي مش دي ممكن تزرعها. تمام. ومش كل الاماكن، بعض الاماكن، واخد بال حضرتك. لكن القمح مثلا والذره ماشي، ودي محاصيل مهمه جدا. خلاص. والفول والعدس بالذات الفول. تمام. مش هتوصل جدارتها الانتاجيه، وهنا بتكلم على الاستمراريه، السستينابيلتي بتاعت البشر. نعم. مش هتوصل جداره انتاجيه الارض القديمه، مش هتوصل، استحاله. تمام. ومن الاقدر ان انت تستغل الموارد الطبيعيه سواء الميه والارض والمناخ وخبره المزارع والبنيه الاساسيه اللي في الارض القديمه. نعم. لهذه المحاصيل، لان مهما كانت الخبره مش هتيجي زي خبره المزارع. دي جباره في الارض القديمه. مزارع الفلاح المصري ده جبار في الارض القديمه. ده الوحيد اللي بيعرف يتعامل مع المتغيرات المناخيه. بالظبط. ده حاجه تعظيم سلام للفلاح المصري. وكلنا ولاد فلاحين يعني في الاول والاخر. فلازم يبقى في تكامل في السياسات
الارضيه او السياسات الزراعيه، خلينا نقول السياسات الزراعيه تمام ما بين الارض القديمه والارض الجديده. عايز كلام يفهمه القاسي يعني ايه تكامل؟ انا ماشي عايزين بقى ايه اتفاق ذاتي وحاجات الناس اول ما سمعت 4.5 فقال لك في ردود ايجابيه وان مصر هتعود مره ثانيه عوده الدوره الزراعيه ومصر هتبقى زراعه وصناعه لا اكتفاء يعني ايه يعني ايه تكامل؟ يعني ايه تكامل؟ افسر اكتفاء ذاتي ولا افسر تكامل؟ كمان كده انت يعني ايه تكامل؟ يعني يبقى في شكل من اشكال ان السياستين مرتبطين ببعض بيكملوا بعض. تمام. لو بمعنى انت عندك لو شفت تركيب المحصول في الارض القديمه هتلاقي بيزرع كل حاجه، صح؟ محاصيل استراتيجيه زي القمح والكلام ده كل اللي حضرتك عارفه، ومحاصيل اعلاف ومحاصيل وخضار وفاكهه. تمام. الخضار والفاكهه دول يمثلوا حوالي 1.7 مليون فدان في الارض القديمه في المتوسط، يعني ممكن مور اور ليس. تمام. نسبه كبيره من هذه المحاصيل في الارض القديمه يمكن ان انا تطلع بره في الارض الصحراويه، وده هنا بقى التكامل. وانا بتكلم على تطلع بره تشتغل صوب بقى، وتشتغل بقى صوب، او تشتغل حتى في بغير ده الصوب ده الخضر. تمام. لا تشتغل ممكن حتى الزراعات عاديه. تمام. ماشي في الارض زي الجوافه. حلو. او زي الرمان تطلع بسرعه. وتجود في الارض الجديده. الارض الجديده الرمان شغال كويس قوي، والجوافه شغاله والكلام، والظهير الصحراوي الموالح شغال. الموالح مش عايزه ارض تقيله، عايزه ارض خفيفه شويه وتشتغل. حلو. فلو قدرت ان انت تطلع جزء من مساحه الارض القديمه بسياسات تحفيزيه، مش هقول بالفورس، مش هقول بالقوه، يعني انت بتقول لا انا ضد حته، لكن بالانسنتيفز اللي هي بقى تدي حوافز سعريه وحوافز انتاجيه عشان تنفذ خطتك، عشان ينفذ خطتي. ماشي. ومن خلال مؤسساته اللي هي الجمعيات التعاونيه. لو قانون التعاون طلع، لو قدرت تطلع جزء من دوت الارض القديمه حلو للارض الجديده، يبقى انت كده استفدت من مورد وفضيت مساحات تستطيع انك انت تزود الاراضي الاستراتيجيه، المحاصيل الاستراتيجيه، وعلى راسهم القمح والزيوت. فترفع معدلات الاكتفاء الذاتي منهم. تمام. ما بقولش انك تحقق اكتفاء ذاتي زي ما قال الريس. ماشي. لكن بقول على الاقل ترفع معدل الاكتفاء الذاتي، تصل لحوالي 70. انت دلوقتي حوالي 55 او تمام. 55. لو قدرت تصل 65 70 which is good طبعا، يعني ده حاجات جيده جدا. ماشي. دي نمره مع ارتفاع عدد السكان. مع ارتفاع عدد السكان والكلام ده كله. وتزود وتزرع مثلا في الشتاء تلاقي بس تزرع فول وقمح، ودي محاصيل انت عندك عجز فيها. وفي الصيف تقدر تزرع ذره ورز، بالذات في الاماكن المشهوره بزراعه الرز والكلام ده كله. فتقدر تزود. والارض الجديده اللي انت محاصيل تحركتها دي بقى تستطيع انك انت تستفيد بهذه المحاصيل في الارض الجديده. حلو. وهي انت ليها جدارة التكامل. ونقطه 2 بقى، الارض كده ارض نظيفه، ارض حلوه زي البطاطس، ارض لسه بكر ما تلوثتش. تمام. فيبقى عندك قدره تنافسيه. فانت المنتج عندك اصلا طالع بيور ما فيهوش وخاصه ان انت لو ما استخدمتش مبيدات او اسمده وعملت زراعات قللت كميه المبيدات والاسمده عشان فيبقى عندك قدره تنافسيه في الاسواق الاجنبيه وقدره تصديريه اكبر، وما يتاثرش الفاكهه دي تصديريا على المنتج المحلي، وما يتاثرش على المنتج الامريكي. الموضوع هنا بقى ان انت في التصدير لازم تعمل اولا التصدير يبقى حاجه اسمها صناعه التصدير. انت بتزرع بهدف التصدير. ايوه. مش شرط منتج خام، لا تحول كمان لتصنيع. بالظبط. ودي النقطه دي، ودي النقطه ان انت ممكن تحوله للتصنيع فتزود الفاليو ادد، تقدر تعمل صناعات بالزبط. تقدر تجيب مجتمعات وتكون مجتمعات وتقلل الضغط السكاني عن الوادي والكلام ده كله. هنا المقصود بيه بالتكامل في السياسه الزراعيه بين الارض القديمه والارض. طبعا جميل. دي انا بتكلم فكره، انا بقول فكره. لكن وفي بعض المجهودات وهتتضح على فكره مع طرح ال 4.5 مليون واشتراطات الحكومه هتبقى عامله ازاي بالنسبه للمستثمرين، وهيتم طرحها بالنسبه للمستثمرين او شركات ولا هتبقى فيها اجزاء منها للفلاحين. يعني هتبان كل التفاصيل دي. لا وحاجه كمان توجه الحكومه وده توجه الدوله المصريه ان هو عشان يجذب استثمار. طبعا. فعشان تجذب استثمار هي دي. وانت مش عايز استثمار في العقارات والاسواق العقاريه والتجاره والاراضي والسياحه. نعم. ده مهم ومش لا، بس الاستثمار الحقيقي في الزراعه والصناعه. صحيح. هو ده الاستثمار اللي يوفر الحقيقي. نعم. طبعا الاستثمار الدولي مش يعني كويس، بس الاستثمار الحقيقي هو الاساس. هو ده الاساس عندك. الزراعه والصناعه هو الاساس. بس كده. طبعا. طيب فهي دي النقطه اللي هي انك ترفع ازاي ترفع معدلات الاكتفاء الذاتي لمعدلات امنه. جميل جدا. طيب استاذ مجدي، ايضا يعني شايف ان احنا محتاجين تخصيص دعم مالي وبرنامج تمويل لدعم الفلاح؟
احنا بس عامة حاليا دلوقتي في قطاع اسمه قطاع الميكنة الزراعية في الوزارة. ده عايزينه يتفعل، يعني عايزينه يتفعل. ليه؟ حضرتك الميكنة الزراعية ده قطاع كبير جدا زي قطاع الخدمات وقطاع الثروة الحيوانية. ده قطاع اسمه قطاع الميكنة الزراعية في الوزارة. بس عايزينه يتفعل وينزل على أرض الواقع، يوزع للجمعيات الزراعية ميكنة زراعية حديثة. عشان احنا كفلاحين بنقع تحت طائلة الميكنة الخاصة. وبالذات ويبقى فيها دعم في الجزئية دي يعني في طبعا. ما انا جاي لحضرتك اهو. احنا دلوقتي مثلا في موسم الحصاد القمح، تمام، لو ما فيش ميكنه في الجمعيه، ميكنه زراعيه في الجمعيه، بضطر نروح الميكنه الخاصه. الميكنه الخاصه في يقول لي ده السولار عالي، ده المشال يبدا يعلي السعر. يعني مثلا لو الساعه بتاع الدراسه في الجمعيه الزراعيه عن طريق الميكنه الزراعيه بتاع قطاع الخدمات، لو مثلا ب 100 جنيه هو ممكن يقول لي ب 200. يبقى اذا بيعلي لي السعر، وفي نفس الوقت الجوده بتبقى اقل. ليه؟ لان ممكن يكون معدات يعني مهلكه. تمام. انما المعدات بتاع قطاع الصحه بتاع قطاع الميكنه الزراعيه بيبقى ميكنه حديثه، وفي نفس الوقت عمليه الغربله بتبقى نظيفه، ما تطلعليش اصله، ما تطلعليش تراب في قلب القمح. لما اجي اروح بقى اورده ممكن يديني 23.5% او ما اخد المستحقات الماليه كلها. ما يقلليش فين في المستحقات الماليه، يقول لي ده في نسبه اتربه، في نسبه اصله، في ليه؟ لان انا لجأت للميكنه الزراعيه الخاص. انا عايز الميكنه الزراعيه اللي تابعه للوزاره، قطاع الميكنه، ينزل يضخ الميكنه بتاعته، ودلوقتي قبل الموسم ما يشتغل يضخها، يديني جرارات، يديني عفارات، يديني دراسات، رشاشات بتاع المبيدات، كل الميكنه مستلزمات الانتاج كميكنه زراعيه اولا. نعم. ما في مستلزمات تاني زي البذور انا عايز الميكنه الزراعيه دي مهمه جدا، اني قبل المحصول ما يبدا تكون الميكنه موجوده، عشان يجي الموسم نلاقيها متوفره وباجور رمزيه. جميل. والله الحلقه ممتعه مع حضراتكم، وكلمنا في كذا نقطه، بس خلاص يعني احنا عدينا الوقت كمان بشويه. ولكن الاستاذ مجدي ابو العيله نقيب فلاحين الجيزه، انت نورتنا وشرفتنا، وانت قلت ان الفلاحين مش محتاجين حاجه وزي الفل. شكرا يا استاذ احمد، واحنا بنشكر قناه ازهري والبرنامج اهل مصر على انه اتاح الفرصه ان احنا نعبر عن الفلاحين والزراعه في مصر. الله يكرمك، نورتنا. الدكتور شريف فياض، استاذ الاقتصاد الزراعي مركز بحوث الصحراء، بشكرك ونورتنا. شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم. مشاهدينا في كل مكان، الشكر موصول لحضراتكم. دمتم في رعايه الله وامنه. غدا ان شاء الله حلقه جديده في تمام الساعه 8:30 مساء بمشيئه الله تعالى. وفي الختام وهو مسك على الدوام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.